اللي عايز يحجز شقق في الإسكان الاجتماعي، تعالوا بينا نعرف الطريقة والموعد. طرق وشروط التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي. الحق الحجز قبل انتهاء الموعد. أتاحت وزارة الإسكان الاجتماعي عبر الموقع الإلكتروني لديها حجز شقق مشروعات الإسكان. فين بقى؟ ركزوا معايا: جنة، ودار مصر، سكن مصر، الإسكان المتميز ذي الطابع الساحلي، الطمية جاردنز. موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي: ينتهي التسجيل بمشروع جنة يوم 6 مارس، ومشروع دار مصر يوم 8 مارس، ومشروع سكن مصر خلال يوم 12 مارس 2023، ومشروع الإسكان المتميز بالطابع ساحلي مرحلة سادسة يوم 14 مارس، ومشروع الطمية جاردنز يوم 16 مارس. تشمل خطوات الحجز كالآتي: خطوات الحجز الإلكتروني لمشروعات الإسكان الاجتماعي. أول حاجة بنخش على الموقع الخاص ببنك التعمير والإسكان. تاني حاجة بنختار زر وحدات سكنية. بعد كده هتظهر بعدها المشاريع الخاصة بالإسكان الاجتماعي. تختار المشروع اللي انت عايز تقدم فيه، عايز دار مصر تقدم فيها، عايز جنة، عايز سكن مصر، عايز الإسكان المتميز اللي انت عايزه هتدوس عليه وتختاره. تمام كده؟ طيب ايه الشروط والأحكام؟ يقر المتقدم للحجز باطلاع على كراسة الشروط وعلمه بكل ما جاء بها وقبول كافة الاشتراطات. ماشي؟ يقر المتقدم للحجز باطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بالحجز الإلكتروني وعلمه وقبوله لها. يقر أيضا المتقدم للحجز بمسؤولياته الكاملة على الحفاظ على اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة به على الموقع، ومسؤوليته الكاملة عن كافة الأحداث التي تتم من خلال اسم المستخدم الممنوح له. عشان الباسورد والايميل بتاعك انت بتتصرف فيه في الحجز، في الالغاء، في الكلام ده، في تعديل البيانات. تعديل بيانات حجز الوحدات مسموح به اثناء الادخال فقط قبل ارسال طلب التسجيل. ان انت تعدل، عايز تختار الوحدة دي في الدور الكام، المساحة، الكلام ده. بعد كده يجب مراجعة بيانات الاستمارة قبل الحفظ على الموقع. يعني قبل ما تدوس حفظ راجع الاستمارة كويس جدا. بعد كده يجب تحميل كراسة الشروط مرة أخرى لأنه تم إجراء بعض التعديلات عليها. بعد كده بتسدد باقي قيمة الوحدة كاش.